تصرف صادم في حق لامين يامال يوحد برشلونة وباريس سان جيرمان لأول مرة في التاريخ. لن تصدق ما الذي حصل، صدمة وذهول وعدم قدرة على التصديق. تلك هي المشاعر التي طغت على الإعلام الإسباني ليلة الأربعاء أثناء مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني ب3 أهداف لهدفين على أرضية ملعب حديقة الأمراء. ما حصل عجز الكثير من الصحفيين ووسائل الإعلام عن تصديقه، حتى بل وجعل كلمة أكثر فريقين عدوين في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، برشلونة وباريس سان جيرمان، تتوحد لأول مرة في التاريخ، والضحية لم يكن سوى لاعب عمره لا يتخطى 16 عاما، وما حدث له تسبب في شجب دولي، ولربما سيكون له تبعات قوية جدا على مستوى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نفسها، فهو أمر لا يقبل به أحد من القائمين على كرة القدم في القارة العجوز. دعونا إذا ندخل في صلب الموضوع. ما الذي حصل بالضبط، وكيف عاش لامين يامال موقفا صادما تماما؟ إن كنت قد تابعت ما حدث بعد مباراة باريس سان جيرمان والبارسا فستلاحظ شيئا بديهيا: التصريحات كانت قليلة جدا، خاصة بعد أول ساعة من المباراة، ولم نسمع سوى تصريحات تشافي ولويس إنريكي لقناة برازيلية، فيما تأخر خروج أي تصريح لأي لاعب، وذلك ببساطة لأن الناديين قررا منع لاعبيهم بشكل رسمي من الإدلاء بأي تصريح للناقل الرسمي الوحيد المخول له التواجد داخل رقعه الملعب، وواحد من أهم 3 ناقلين لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم. والأمر يتعلق بموف ستار الإسبانية، والتي عاشت فصلا أسود في تاريخها أثناء اللقاء. فأثناء نقل اللقاء كان الحارس الأرجنتيني السابق المونو بورجيس، والذي عمل لسنوات كمساعد مدرب لدييغو سيميوني في أتلتيكو مدريد، واحدا من محللي المباراة. ويبدو أن لامين يامال يروق له كثيرا، أو على الأقل كلماته الغريبة جدا والتي وصفت بعد ذلك بأبشع الأوصاف كانت دليلا على ذلك. المونو بورجيس خرج ببشاعة ليقول بعد واحدة من اللقطات للاعب الإسباني ذي الأصول المغربية قائلا: شاهد جودة لامين يامال، شاهد تلك اللمسات الساحرة، إنه لا يصدق. لكن حسنا، لا تنسوا شيئا: عمره ليس سوى 16 عاما، وإن لم ينجح في كرة القدم سينتهي الأمر به متسولا في إشارات المرور. كرة القدم مثل الحياة، وقد تنقلب عليك في أي وقت. تلك التصريحات تسببت في غضب عارم داخل النادي الكتالوني، ولم ترق أبدا لناصر الخليفي الذي رفض تلك الكلمات في حق لاعب بسبب أصوله. أنتم ما هو رأيكم في هذه التصريحات؟ تبقى الإشارة إلى أن لامين يامال كان قد رفض دعوة من المنتخب المغربي وقرر تمثيل منتخب إسبانيا، واللاعب هو من أب مغربي وأم من غينيا الاستوائية، ويعتبر حاليا من أبرز نجوم نادي برشلونة.